طيب المهارات، ودي حاجه مهمه بقى. هو انا لازم يبقى عندي مهارات فنيه ولا اداريه؟ يعني مثلا انا عايز اعمل مشروع خياطه، فانا لازم اكون بعرف اخيط ولا بعرف ادير؟ طيب لو انا ما عنديش الاثنين مين اهم؟ حسب الحجم بتاع المشروع اللي انا هعمله. يعني ايه؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني طبعا البيرفكت ان انا يكون عندي مهارات فنيه واداريه، ان انا اكون فاهم في الحاجه دي. انا مثلا عايز اعمل مطعم، فلازم اكون بعرف اعمل اكل، حتى لو انا مش هقف بنفسي اعمل اكل، بس لازم اكون فاهم الاكل ده بيتعمل ازاي، تمام، واعرف ازاي ادير مشروع. في مصر للاسف او عندنا غالبا اللي بيحصل ايه، ان انا بعرف اخيط فبعمل مشروع خياطه، بس بعد كده ما بعرفش اكبره. ليه ما بعرفش اكبره؟ لان انا بعرف اخيط بنفسي بس ما بعرفش اشغل ناس تحتي، مش قادر ان انا اجيب كرو يشتغل وينتج لي، مش قادر ان انا عايز ازود مبيعات فانا ما بفهمش في التسويق، فمش عارف اسوق فاكبر المشروع بتاعي، فانا في حاجات كتير اداريه ناقصاني. طيب فنيجي نقول طب لو انا اداريا بس وما عنديش فكره عن فنيا، دي مشكله برضو تانية. في مشاريع كده كتير يجي يقول لك ايه، بص انا هعمل مشروع اكل. ليه؟ هو انت بتعرف تطبخ؟ لا. امال ليه؟ اصل هي مشاريع الاكل بتاعي بتكسب، مفيش كلام. وبرضه يفتح مطعم وبعد شويه يجي يقول لك انا اتسرقت، مع الناس سرقتني وانا مش عارف ان انا، اصل انا مش فاهم في الشغلانه. فهو البيرفكت ان انا اكون فاهم الاثنين. طيب في ناس هتيجي تقول لي اه بس الناس الكبيره او رجال الاعمال الكبار بيشتغلوا في اكتر من مجال ومش معقول فاهمين بيهم فيهم كلهم. اه دي حقيقه، بس ده على السكيل الكبير. ده على السكيل الكبير. ليه بقى يا فندم؟ لان واحد زي ساويرس او ابو هشيمه او الناس دي تقدر ان هو عايز يخش النهارده في مجال العقارات، يجيب احسن ناس بروفيشنال في العقارات يمسكوها فنيا وهو فاهم كويس اداريا، فانا هقدر اظبطها. لكن لما نيجي نتكلم على ستارت اب، انا لازم اكون فاهم في الاثنين بقدر الامكان. طب لازم ابقى فاهم كل حاجه؟ يعني لازم يبقى مجمع كل المعلومات الفنيه والاداريه؟ لا. المعلومات اللي تكفيني ان انا ابدا، مش كلها، لان انت طول ما انت ماشيه في السكه هتتعلمي. وصلت؟ انا لما كان عندنا موظفه واحده كنت بتعلم ازاي اديرها، دلوقتي واحنا عندنا 20 25 موظف انا بتعلم ازاي اديرهم. لما نكبر اكتر انا هتعلم ازاي ادير، فطول ما انت ماشيه لسه هتتعلمي. طيب